بصوا يا جدعان، يشهد الله ان انا طالع اتكلم بالحق. اللي يستحق الفوز ده كله جمهور الزمالك وجمهور الاهلي. هما اللي بيساندوا الفرق، هما اللي بيعملوا. لو فريق ملوش اي 30 لازمه هو اللي بيعمل. طبعا اولا اللي يتشكر في البطوله بتاع افريقيا دي جمهور الاهلي. والله تاني حاجه عايزين نتكلم فيها هو الشو. انت بصراحه كهربا بتعمل شو الله اكبر، انما تنزل تأدي مفيش. انا بحبش اللعيبه اللي زي كده بصراحه. انا احب اللعيب اللي ينزل واعمل لي شوق براحتك، بس كسبني. ما تقول ما تبقاش عملت بجنيه وما لعبتش بجنيه وتقول لي انا بعمل شوق. لا غلط، امام عاشور بيعمل شوق وبيلعب وبيكسب. دوت اللي اقول له عايش. طبعا يا جدعان عشان نكون حقانيين، طبعا دي ضربة جزاء. دي ضربة جزاء مستحقة لنادي الترجي التونسي. اللي جاي عليها فيهم ده كلام. يعني ايه؟ لو انا مش بجاملش، بس انا عشان بحب الاهلي، دي مش ضربة جزاء. كده انا ايه؟ انا مع الاهلي، انما هي ضربة جزاء مستحقة وقدام اعين الحكم، والحكم لم يشوفها او لم يحسبها. الله اعلم. ماشي يا جدعان. طبعا شابوه 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 للترجي وجمهوره. وبقول لك اللي كسب الاهلي الماتش ده جمهور الزمالك، جمهور الاهلي سوري. ماشي. طبعا كهربا وامام. كهربا انا ما بشوفلكش بصراحة، ما بتعملش بربع جنيه، ومش مقتنع بيك الا ب50% بصراحة. امام عاشور معاك ان هو حلو والزمالك خسر وكل حاجه. وفي نهايه المطاف هنقول مبروك للاهلي وجمهوره. اللي جمهوره كان هيستحق يفرح. وان شاء الله ماتش السوبر الافريقي، والسوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك، اكبر ناديين في افريقيا وفي الوطن العربي. الكلام ده خلصان يا جدعان، واتمنى تعملوا لايك واشتراك تشجيعا لينا.